السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم استفادة عامة مع فيديو جديد وإفادة جديدة ومعلومة جديدة. قبل ما تشاهدوا هذا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلكم كل معلومة وكل إفادة جديدة، ودعمونا بواحد لايك للفيديو باش المعلومة توصل لواحد القدر كبير ديال الناس. نبداو على بركة الله. قانون جديد كيربك حسابات أصحاب التجارة الإلكترونية بالمغرب. هذا القانون هذا اللي غادي ينزل غرامات ثقيلة وإغلاق للمخالفين. أكدت تقارير متسابقة أن عددا من نواب الأمة تقدموا بواحد المقترح قانون مثير كيهدف لضبط فوضى التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك المغربي من هذه الممارسات الاحتيالية اللي تنامت بشكل لافت في الآونة الأخيرة. أي أن هذا القانون هذا غادي يهدف للضبط ديال الفوضى اللي كتعرفها التجاره الالكترونيه مؤخرا، حيث ولا المستهلك المغربي كيتعرض للنصب والاحتيال من عده منصات او متاجر الكترونيه. هذا الشيء اللي خلى هذا القانون انه يتقترح ويجي باش يحيد هاد الاحتيالات هادو ويحمي المستهلك المغربي من هذا النصب وهذا الشيء اللي كيوقع خصوصا في الآونة الأخيرة. وكيجي هذا المقترح هذا في سياق ارتفاع الوتيرة ديال المعاملات الرقمية بالمغرب، أي أن المغاربة أصبحوا كيتعاطوا لهذه التجارة الإلكترونية، والمستهلك المغربي أصبح كياخذ جميع المنتوجات ديالو وكيشري جميع الاحتياجات ديالو من الانترنت، مقارنة مع قبل. أي في الآونة الأخيرة تزاد الاستعمال ديال هذه المعاملات الرقمية، الشيء اللي كشف على عدة ثغرات قانونية خطيرة كتهدد الحقوق ديال المستهلك، سواء على مستوى حماية المعطيات الشخصية أي المعلومات ديالو اللي كيدلي بها باش يقتني هذا المنتوج هذا، بما فيها الاسم ديالو ورقم البطاقة الوطنية، رقم الحساب، عدة معطيات شخصية كتكون بعض المرات غير محمية، أو شفافية الأسعار وجودة المنتجات، وحتى فيما يخص خدمة ما بعد البيع. وكاين اللي كيشوف مثلا شي برودوي في موقع إلكتروني ولا في شي صفحة ولا في شي مدونة إلكترونية كيبان ليه باللي راه منتوج ذو جودة عالية، وكيشوف باللي الأسعار راه متناسبة، وفاش كياخد المنتوج ديالو مثلا كيشوفو كيلقاه الكاليتي ديالو والجودة ديالو ماشي شي جودة اللي هي مزيانة، وما تيبقى ليه ديك الساعة ما يدير، يعني أنه ديجا خداه وخلصو، ما بقى عنده الحق انه لا يرجع المبلغ. فهذا القانون هذا غيجيب شي حوايج اللي غيحميو المستهلك من هاد الحوايج هادو اللي كيتعرض لهم في المعاملات الرقميه ديالو. فهذا مشروع القانون الجديد كيشدد على حق المستهلك في التراجع عن الشراء خلال 14 يوم من استلام السلعه او الخدمه. اي ان المستهلك، هذا القانون الجديد اللي غادي يجي كيمنح المستهلك الحق في التراجع عن الشراء. اي ان مثلا الا خدا شي سلعه ديجا تسلمها وخداها، ومن بعد 14 يوم قبل ما تفوت 14 يوم عنده المده ديال 14 يوم عنده الحق انه يرجع هاد السلعه او هاد الخدمه واسترجاع كامل للمبلغ المدفوع، وعنده الحق انه يرجع حتى فلوسه اللي خلص. اي ان هاد القانون جديد غادي يجي باش يحمي المستهلك من بزاف الحوايج اللي كيتعرض ليهم، وما تيكونش عنده الحق انه يرجع السلعه او الخدمه ويرجع المبلغ ديالو المدفوع. فهذا القانون هذا كيمنح ليه كامل هاد الحقوق هادو، بشرط واحد، ان مثلا الا بغيتي ترجع هاد السلعه وتسترجع المبلغ ديالك كيشرطوا عليك ان هاد المنتوج او المنتج ما يكونش مستعمل او يتم التلاعب به، ما تكونش مثلا نقصتيه ولا قطعتيه ولا استعملتيه، مثلا خديتيه جربتيه ما عجبكش كتردو كيف ما كان بدون اي تغيير، ما تلعبش به ولا دير ليه نتايا شي مشكل وتحاول تردو.
يعني أن هذا القانون الجديد جاو فيه هاد الحوايج هادو. ويلزم المقترح منصات البيع الإلكتروني من تمكين الزبون من جميع المعلومات الدقيقة حول السلعة أو الخدمة. أي أن هذا القانون الجديد هذا كيلزم الناس اللي كيبيعوا في المتاجر الإلكترونية من أنه يبين للزبون ويدقق ليه جميع المعلومات حول السلعة أو الخدمة، بما في ذلك الأوصاف التفصيلية بحال الأسعار وتكلفة الشحن أو التوصيل وسياسة الإرجاع وتاريخ صلاحية العروض إلى كاينة إن وجدت. أي أنه خص من المتجر الإلكتروني يفصل ويدقق المعلومات الخاصة بهذا المنتج أو المنتوج كالأسعار وتكلفة الشحن. مثلا كاين بعض المرات كتكون كيحطوا لك غير واحد البري، كتدخل نتايا كتاخذو من بعد كتلاحظ باللي راه تزادوا عليك دي شارج اللي ما كنتيش، مثلا تيقول لك هذه ديال التوصيل، هذه ديال هذه. دابا خصهم يوليو يوضحوا ويدققوا المعلومات بما فيها تكلفة الشحن والتوصيل وسياسة الإرجاع. إلا مثلا بغيتي ترجعوها شنو غيطرا، شنو كاين، وتاريخ ديال صلاحية العروض إلا داروا شي عروض مثلا تخفيضية إلى غير ذلك. والأهم من ذلك أن هذا القانون الجديد كيقترح فرض غرامات ثقيلة على المخالفين. أي أن الغرامات هذا هو الشيء الجميل في هذا القانون الجديد، أنه كيفرض غرامات ثقيلة على المخالفين كتبدا من 10 المليون سنتيم وكتوصل حتى ل 500 مليون سنتيم حسب الخطورة ديال المخالفة أو عدد المتضررين في هذه المخالفة هذه. كما أنه كيفتح الباب أمام تعليق النشاط لمدة ديال 6 أشهر أو إغلاق المنصة نهائيا في حالة تكرار الخروقات. أي يعني أن في حالة هاد صاحب المنصة الإلكترونية دار شي خروقات ولا دار شي مخالفة فيقدر يخلص غرامة كتبدا من 10 المليون سنتيم حتى ل 500 مليون سنتيم على حسب المخالفة وعلى حسب العدد المتضررين كما قلنا. ويقدر أنه يتم تعليق أو إغلاق هاد المنصة ديالو الإلكترونية لمدة 6 أشهر، كما أنها تقدر تغلق نهائيا في حالة تكرار الخروقات. إلا كان تيدير بزاف ديال الخروقات وبزاف ديال المخالفات فممكن أنهم يسدوا له المنصة نهائيا. ومن المنتظر أنها تحدث واحد اللجنة مستقلة تحت اسم لجنة حماية حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية. أي أنها غادي تكون واحد اللجنة اللي كتسمى بلجنة حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية كتكلف بمراقبة مدى الالتزام ديال المنصات الإلكترونية بالقانون. إلا مثلا داروا كيخرقوا القانون فغادي تنزل عليهم غرامات وبزاف د الحوايج. فهاد اللجنة هذه كتكلف بالمراقبة ديال مدى التزامات المنصات بالقانون وتدخل الفوري للبت في الشكايات، على أن تلزم المنصات بالرد على أي شكوى في غضون 48 ساعة. وكيعد هذا التحرك هذا البرلماني إشارة واضحة لاقتراب الدولة من تقنين هذه السوق الرقمية والتجارة الإلكترونية بالمغرب. أنها حيت كتعرفوا واحد الفوضى اللي عارمة بزاف، وكلكم كتعرفوا أن التجارة الإلكترونية في المغرب ولا الكل يلتجئ ليها وكل شيء ولا فيها النصب والاحتيال. فدابا الدولة غادي تحرك باش تقنن هاد السوق الرقمية اللي ولات في واحد المنطقة اللي هي رمادية في ظل غياب الرقابة الحقيقية، وهو لطالما أثار استياء المستهلكين المغاربة، الحاجة اللي كتثير القلق والاستياء ديال المستهلكين المغاربة من هذا النوع ديال الاحتيالات اللي كيتعرضوا لها. والعديد منهم راه طاحوا ضحايا ديال هذا الاحتيال وهذا التلاعب ديال هاد اصحاب المنصات الرقميه. فهاد القانون الجديد هذا جا باش يقنن هاد التجاره الالكترونيه ويديرها قانونيا ويحمي المستهلك المغربي من جميع الخروقات وجميع الاحتيال والتلاعب. كنتمنى انكم استفدتم من هذا الفيديو هذا وعجبكم هذا الموضوع. الى عندكم شي حاجه ولا شي سؤال على هذا الموضوع ولا شي اقتراح وقولوا لي، خليوا لي في الكومونتير كيفاش جاكم هذا القانون، واش نتوما مع ولا ضد. وبارطاجيو هذا الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بواحد لايك الفيديو باش يوصل للناس بزاف. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.